واطلب من ربنا ده وانه يبعت لك البشرى سبحانه وتعالى، وهتلاقي ربنا بيرد عليك. وافتكر دايما بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهتلاقي رد ربنا عليك من خلال القرآن أو إنه يسخر لك عباده. فمثلا تلاقي فجأة واحد بيرد عليك أو بينصحك وهو مش عارف موضوعك أصلا، أو بيديك فكرة من غير ما تطلب منه أو تحكي له حاجة، لكن ممكن تلاقيه بيحكي لك موقف مشابه ليك وبيقول لك الرسالة. لكن ده طبعا مش هيحصل غير لما تقرب لربنا ويكون عندك حسن ظن فيه، وان مهما الابتلاء شد انت لسه واثق فيه، لان ربنا هيزود عليك الاختبار. فالابتلاء هيشد اكتر لفترة معينة، ولما هتفضل راضي من جواك بيه وعندك يقين فيه، ربنا في عز الابتلاءات هيبعت لك المساعدات ويفتح لك طرق تخفف عنك، لحد ما في الاخر هيفرجها عليك ويعوضك، لانك وثقت فيه ورضيت بتدبيره ووكلت فيه امرك وفوضت امرك اليه بكل يقين وثقة. فأهم حاجة اوعى تفقد يقينك بربك وثقتك فيه، مش بالكلام لا بالفعل، أو إنك تشك لحظة في اختبار ربنا ليك. وأول ما تحس بشك افتكر قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقوي يقينك بربك وبنفسك بالدعاء والقرآن والذكر وحسن الظن بالله.